فلازم تعمل اكتيفيتي عشان تبقى ناجح، ولازم تموت نفسك عشان تبقى ناجح. ولازم تشتغل الصبح والظهر. مش هتشتغل الحلقه، ما مش هتشتغل عشان الناس اللي بتطلع تقولي بتزعق ليه في الفيديوهات. انا لازم ازعق، ما هو لازم يبقى في حماس عشان الكلام اللي انا بقوله ده ليه علاقه بالحماس. فانا لازم اقول لك انت لازم تتعب جدا 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 عشان تنجح جدا 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 جدا. فالكلام ده يوصل لك غير لما اقول لك على فكره انت لازم تتعب جدا 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 عشان تنجح جدا جدا. ده عند خالتك. يعني فيش واحد بيجري وفراق وبيعمل كده وهيبقى هادي، بتجري فقلبك بيدق فضربات قلبك بتزيد فمتحمس اكتر. هو ده النجاح وهو ده الحماس. فما ينفعش بقى اوصل لنتائج وانا هادي كده، وما ينفعش ابقى بعمل برزنتيشن لناس وعايز اوصل لهم وجهة نظري وانا بتكلم بمنتهى الهدوء. ده في الجامعه، ده حضرتك اطلع مدرس جامعه، لكن انت بتبيع بيعه، لكن انت بتعمل برزنتيشن قدام ناس كتيره، لكن انت واقف على ستيج بتعمل سبيتش. فلازم يكون عندك الحماس الكافي عشان توصل المعلومه بتاعتك للاودينس. طب لو وصلت وانت هادي مش هيصدقوك، لو وصلت وانت هادي مش هيحسوا ان انت حقيقي. انت عارف انت ما مرتش بيها، انت قريتها وبتحكيها لنا. انا ما قريتش وبحكي لك بقى، انا لا، ده انا حسيت بالتعب وحسيت بالذل وجاي احكي لك، فانت سمعتني صدقتني عجبتك. بقى في انجيجمنت كتيره قوي من الحماس. هو ممكن يكون زعيق بس ده طريقتي، لكن في النهايه هو لازم يكون في الحماس الكافي في البرزنتيشن بتاعتك اون ستيج عشان تقدر توصل المعلومه بتاعتك. ده مش معناه ان انت بتبقى بتجعجع، وده مش معناه ان انت بتبقى بتزعق، بس ده معناه جدا 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 ان انت تبقى متحمس وعندك بادي لانجوج وعندك امثله ومخك حاضر وبتعرف تشاور وبتعرف تتكلم وبتعرف تانجيج كمان مع الاودينس. يعني تعرف تقف فهم ينتبهوا فتكمل، فتعرف تسأل حد فيرد عليك. فلازم تكون بتعرف تعمل الحاجات دي كلها عشان تكومينيكيت. في حلقة حلوة قوي بتاعت الكوميونيكيشن دي بقى الحلقة الجاية. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.